رفيقة غيم وزهر ولطف، حبيبة قلب ونفس وروح. أراك أمانا إذا جار وقت، وأنت السكينة عند النزوح. إذا ضاق دربي فوجهك صبح، يبدد حزني ويشفي الجروح. رفيقة غيم وزهر ولطف. سلام سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبأحسن حال ان شاء الله. حبيباتي الغالية، جيتكم اليوم بفكرة فيديو جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. اليوم حبيت نشارك معاكم طريقتي في ترقاد الزيتون. كما على بالكم راه وقت الزيتون، وكامل العائلات الجزائرية يرقدوا الزيتون في هذا الوقت. شكون اللي رقدوه ولا شكون اللي رقدت الزيتون ولا مازال؟ عروستكم اليوم الشاطرة راح ترقد معاكم الزيتون. كملوا الفيديو الاخير باش تشوفوا طريقتي في ترقاد الزيتون، راح تفيدكم يا البنات، وكي تتبعوا هذه الطريقة راح يجيكم الزيتون تاعكم شباب. اولتها شوفوا لي الله يبارك، هذا الزيتون ما شاء الله شحال شباب. الزيتون تاع السنة الله يبارك شحال جا شباب. شوفوا الحبة الله يبارك قد منها خشينة، اللهم بارك، اللهم زدها اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال ما شاء الله. حبيت نشارك معاكم اليوم طريقتي في ترقاد الزيتون، وثانيك حبيت نشارك معاكم لي سوفينير سهرة رومانسية فاجأني بها الزوج واحتفل بالانيفرسير تاعي. كملوا الفيديو الاخير باش تشوفوا السهرة الرومانسية راح تنال اعجابكم. شاركتها معاكم على طلب متتبعة، قالت لي ديري لنا فيديوهات تاع سهرات ورومانسية للعرايس الجدد، كيما احنا العرايس الجدد لازم علينا نكسروا الروتين ونديروا سهرات ونبدلوا شوية مع شوية كم تعرفوا. المهم حبوباتي ندخلوا الطريقة، نشرح لكم الطريقة هنا تاع الزيتون. جبت هنايا بيدون، درت فيه الماء، عمرته شوية ماء كما كنت تشوفوا، لحقت الحق للنص، ودرت كامل كمية تاع الزيتون اللي راح نرقدها كما كنت تشوفوا. يعني طريقة بسيطة، كاين بعض النقاط برك مهمين جدا راح نقولكم عليهم، لازم تعتمدوهم باش الزيتون تاعكم يجي شباب. انا اليوم راح نرقدو بالدواء، ما راحش نرقدو بالملح والخل، حنديرلو الدواء. انا عندي هذه الطريقة اسهل يا البنات وتختصر عليك تختصر عليك وقت. الدواء برك هنا كي ديروه ما تنقصوش الماء، ديروه غارق في الماء وديروا الدواء تاعكم وخلطي يا مدام، خلطي باش يدخل في هذاك الدواء مليح. خلطي يا مدام، خير هذه الطريقة. خلطي يا مدام. نوضوا الشاطرة تاوعي يرقدوا الزيتون. الله باش الزوج يقول لك باللي انت عروسة وفحلة وشاطرة ومعلمة في داركم الشطارة، معلمينك كلش. هذه زدتها من عندي. المهم حبوباتي، انا عندي هذه الطريقة احسن يا البنات، نقول لكم عليه باسكو انت يكحلوا يديك تبرجي ذاك الزيتون ويكحلوا يديك. انا عندي هذه الطريقه احسن، مع انه الزيت طريقه تاع التبرج نحسه صحيه اكثر، لكن هذه الطريقه تاع الدواء اعتمدوها والله راح تنال اعجابكم. اول نقطه مهمه، تقعدوا 10 ايام وانتم تشلوا الزيتون تاعكم من هذاك الدواء. اللي قبلها كامل قبل هذه النقطة خلوه ست ساعات فقط، ما تزيدوش فوقهم، خلوهم بهذاك الدواء. خلوه راكم درتوا له الدواء كما شفتوا في الفيديو السابق، انا درت له الدواء خليته قعد ست سوايع وشللته، ما زدتش فوقهم. لازم تشلوها، ما تزيدولوش يعني المدة. 6 سوايع شلي الزيتون تاعك، وفي هذوك ال10 ايام شليه صباح وعشيه. لازم الزيتون تاعكم يتشلل مليح من الدواء بيجيكم شباب وما يخسر لكمش الزيتون تاعكم ويترضرض. وهنا حبوباتي بعد 10 ايام شريت له الخضره هنا كما شفتوا. هذو حسب اختياراتكم حبوباتي، حسب نتوما واش تحبوا ديروا مع الزيتون تاعكم. انا درت له الزروديه الحار والشيفلور وكميه الملح حسب انتي واش تحبي الزيتون تاعك. طبيعه الحال الزيتون يجي مالح نورمالمون. درت هنا الحار ودرت الشيفلور
وزدت له ضفت له الملح، 2 مغارف ملح هكاك صغار. شوفوا البنات هنايا الزيتون تاعي هذا الطريقه مجربتها، يعني اعتمدتها شحال من مره وجاني شباب الزيتون وجا هايل، ما خسروا لي ذاك الدواء وما جاتش فيه بنه الدواء يعني وما ضرناش الحمد لله. اعتمدوا هذه الطريقه، جربوها قولوا لي لا عجبتكم ولا لا. هذه الطريقه تاع محلات يخدموا بها المحلات، راني جبت لكم يعني سر كبير تاع اللي يبيعوا الزيتون هما اللي يخدموا بهذه الطريقه. شوفوا البنات بعد ما عمرته، شوفوا هنا شحال جا شباب الشكل تاعو بعد ما عمرته في القرع في البياد في الجوارك الكبار هادو. هما من الاحسن تعمروه، انا راحت لي من الاحسن تعمروه في القرع شويه اللي صغار تاع سعيده ولا تاع الجي هذوك الكبار، من الاحسن باش ما تحلوش جريكا كومبلي، فهمتوني؟ من الاحسن انكم نتوما كي ديروا كي ترقدوه ما تعمروش في ذو جوارك الكبار بزاف. سرتو انا غير انا والزوج تاعي ما نحبوش كي تحلي قرعه تخسريها، نحس لازم لك جوارك هذوك القرعه الصغار تاع الجي تعمري فيهم باش كي تخلص باش نعاودو نفتحوا القرعه الاخرى، كي تخلص ديك القرعه الصغيره نعاودو نفتحوا القرعه الكبار. فهمتوني البنات؟ وصلتكم الفكره؟ ان شاء الله تكون نالت اعجابكم عفوا طريقتي في ترقاد الزيتون حبوباتي. وهنا ننتقلوا للجزء المفضل عندكم هنا البنات نتفكر هذا النهار كنت مديقوتيا كارها حياتي، حتى جا الزوج ربي يحفظه لي جاب لي باتيسري. انا درت هنا كي شفتو جاب الباتيسري واحتفل معايا في لانيفرسير تاعي، فرحني كي شافني كنت مورالي كان هابط. درت رافقته هنا بشوي مكسرات كاوكاو وطيبت لاتاي، يعني سهرة بسيطة وغير مكلفة يعني البنات، وماشي شرط كي ديروا سهرات يعني انتي والزوج تاعك تكسروا بهم الروتين. ملاح هذو السهرات ماشي لازم تتكلفي وتشريو منها، حاجة بسيطة ديري تحلية بسيطة باللي موجود عندك في الدار وراكي درتي سهرة وفرحتي الزوج تاعك. وكيف كيف ثاني الزوج لازم هو ثاني يفرح مرته، العلال البنات نحرشكم على زواجكم كيما راكم تشوفوا حبوباتي والله غير كي نتفكرها نفرح. وشاهدني هذيك عاود شفت المقاطع تشهيت هذه الباتيسري شحال جات بنينه البنات، خادمينها بزاف بنينه وخفيفه. انا الباتيسري ماشي كامل ناكل الكو، نحب بزاف باتيسري تاع الشيكولا اكثر شيء، بالكو تاع الشيكولا. على ديك الزوج جاب لي الكو تاع الشيكولا، عجبتني بزاف وفرحني. ربي يفرحوا ان شاء الله ويحفظ لكم كامل ازواجكم ويحفظ لي زوجي الكريم، ربي يحفظه ان شاء الله ويطول في عمره ويدوم المحبه ما بيناتنا ان شاء الله. جميع وحده ندعو لها اللي مازال ما رزقهاش ربي وتزوجت ومازال ما تزوجتش، ان شاء الله ربي يلاقيها بوليد الحلال اللي يسترها ان شاء الله. برنوس الستير عليكم كاملين، العذرات دياولي، الشابات تاوعي، الفحلات تاوعي، الشاطات ان شاء الله. دائما ندعي للاخوات جميعا، كاين بزاف عندي اخوات في القناه هنا ماشي متزوجين. وشوفوا البنات شوفوا الشتا صبت، رانا كي الهنوده اجواء رومانسيه وزاد الشتا صبت الله يبارك ما شاء الله. اليوم الشتا صبت واحد الراحه النفسيه، انا هذا الجو يعجبني بزاف، نحب هذو الاجواء، هذا الجو جوي واجوائي بزاف نحب هذا النوع من نحب الشتاء. عليه يصب فيه ما كاش الشميس هذيك اللي تحرق، ما كاش يعني يصب فيها الشتاء المطر، نحب الاجواء الممطره هكا هايلين. المهم حبوباتي ان شاء الله يكون كنت خفيفه عليكم، وان شاء الله الفيديو هذا يكون نال اعجابكم حبوباتي، ويعطيكم الصحه اللي وصلت معايا هنا الفيديو اخر فيديو. ومع السلامه في امان الله وحفظه.